إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا اخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده بعمل فيديو بنصح فيه بناتي او بعرفهم ازاي لو عندك انت بلاستيك مركون في الدولاب، ازاي تطلعيه من الدولاب وقبل ما تفتحيه وهو متطبق زي كده وبقاله يجي سنة ولا أكتر مركون في الدولاب، لو فتحتيه من بعضه وفرتيه هيتقطع منك ويتمزع. ليه؟ لأن البلاستيك بينشف من الجو ومن عوامل الجو زي الشتاء والصيف والرطوبة، فتلاقي البلاستيك بتاعه بينشف أكتر من الأول. طب نعمل إيه؟ بنجيب مية زي كده وبننقعه في قلبيه. يعني أنا بصوا ده من المغرب وأنا حطاه كده، إحنا دلوقتي حوالي الساعة 10 بالليل، فمن المغرب وأنا حطاه في قلب المية تهري عن الأول. اول ما جيت اطلعه من الدولاب اتلقيته كان مركون ونسياه، فتلاقيته نشف قوي، فلو كنت فتحته من بعضه كان اتشرخ كله واتقطع. فدي حبيت اعرف النصيحة دي لبناتي واعرفهم ان حاجة زي كده ممكن تعملي ايه فيها. ده مجرد انك انت بتجيبي المية زي كده وبتنقعيه في قلبيها شوية. طب ايه اللي بيحصل يا ماما؟ البلاستيك ده بيشرب المية بيرتوي. سبحان الله، كل شيء في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. فيا حبايبي كل شيء بيحيا بالماء، فلما تحطيه في المية يرجع الجلد بتاعه تاني حلو، البلاستيك بتاعه يرجع تاني حلو. فانا سايباه يتشرب وهسيبه كمان لحد الصبح، وانا ملوش حاجه، هو مش عايزاه في حاجه دلوقتي. بس اتلاقيته قلت خساره، ده لو كنت فتحته كان اتشرخ عشان نشف. فعلى التطبيقه دي بقاله اكتر من سنه، فلو فردته كانت اتشرخ كله وكنت رميته. فقلت احطه في ميه الاول يتنقع عشان يرجع لقواعده سالمين، يرجع يطرى تاني ويبقى كويس. يعني دوت على الصبح يا ماما هيبقى كويس. هتلاقيه يشرب ميه واتغذى عليها كده، والمشمع بتاعه تري عن الاول، عن ما بتطلعيه انت من الدولاب. يعني انت جربي، هاتي حاجه انت راكناها في الدولاب بقالك فتره وحطيها في قلب ميه، شوفي ساعه ما طلعتيها وشوفي لما ما طلعتيها من الميه تاني يوم او في نفس اليوم بالليل، شوفي ايه الفرق. هتلاقي فرق كبير جدا. ده كان الفيديو بتاعي مختصر، وحبيت اعرف فيه بناتي معلومة كده على الماشي. ان عجبكم متنسوناش باللايك والسبسكرايب والتعليقات الجميلة لبيت المنى. اشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.